قبل بس ما نبتدي الفيديو نعرف الأول هي ايه البشرة الدهنية. ازاي اعرف ان بشرتي دهنية او مختلطة؟ يعني لما اروح اشتري، طيب اروح اشتري ايه؟ طب هل ينفع ان بشرتي تكون اوقات دهنية واوقات مختلطة؟ كلامنا في الفيديو ده هتبقى عن البشرة الدهنية والبشرة المختلطة، بس هيبقوا زي ما انتوا شايفين في الصور كده، يا بشرة مزيتة قوي يا لو حطيتي ميك اب هيبقى زي الصورة اللي فاتت كده بالظبط. البشرة الدهنية هي اللي بتفرز دهون كتير قوي، تحسي على وشك كمية زيوت مش طبيعية مش بتخلص، وفي الغالب بتكون المسام واسعة. وأغلب أصحاب البشرة الدهنية بيعانوا من الحبوب أو الروز البيضاء أو الروز السوداء، وكله هيظهر قدامكم بالصور دلوقتي حالا. إنما البشرة المختلطة بقى تعرفيها إزاي؟ تعرفي إن بشرتك مختلطة إذا كان فيها أماكن بتطلع زيوت وأماكن مش بتطلع زيوت. زي إيه؟ يعني المنطقة اللي فوق دي اللي هي فوق الحواجب على طول تبقى بتطلع زيوت، الخدود الاتنين مش بيطلعوا زيوت، مناخيرك دقنك بيطلعوا زيوت زي ما انتي شايفة كده بالظبط، يبقى هي دي بشرتك مختلطة. طيب ينفع بقى بشرتي اوقات تكون دهنية واوقات تكون مختلطة؟ طبعا ينفع جدا. يعني في ناس في فصل الشتاء يلاقوا بشرتهم الدهنية قوي في الصيف اتحولت لبشرة مختلطة. ايه ده؟ طب ازاي؟ دول في الغالب هم مش بيشربوا مية كتير وبيكون عندهم مشاكل في بشرتهم. طيب في الحالتين إذا كانت بشرتك مختلطة أو دهنية، لو ما اهتمتيش بيها فهي بتعملك مشاكل كتير قوي، زي الحبوب اللي قلنا عليها والروس البيضة والروس السوداء. عشان كده أنا جاية أقولك على أحسن روتين ممكن تستخدميه لبشرتك. أنا بشرتي بتبقى مختلطة وبتبقى دهنية، وهقولك على اللي أنا بستخدمه ونفع معايا قوي بعد تجارب كتير جدا. حقيقي تعبت الفترة الأولى قوي لحد ما وصلت للروتين اللي هقولك عليه دلوقتي. فتابعي معايا الفيديو للآخر وما تروحيش بعيد، وما تنسيش تعملي اللايك والسبسكرايب. ولو عندك أي كومنت أو أي روتين انتي بتستخدميه لبشرتك وجايب معاكي نتيجة، ما تنسيش تكتبيهولي في الكومنتات. فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده بقى الروتين بتاعي، الروتين اللي انا بستخدمه اللي فعلا عجبني بعد معاناة وبعد ما استخدمته وجربت حاجات كتير قوي. روتين سهل وبسيط ومش كبير ومش صعب، مش هياخد من وقتك كتير. بيتكون من 6 حاجات، انا عارفة ان دول 5 بس السادس هخليه مفاجأة في الاخر، ومش هتستخدميهم كلهم مع بعض. هقولك هنستخدمهم ازاي. اول حاجة الغسول ده يا جماعة تحفة. كلمة تحفة دي كلمة قليلة عليه، فعلا رهيب للبشرة الدهنية. طيب لو بشرتك مختلطة هتعملي ايه؟ هتستخدميه برضو، بس بصي بقى، طبعا انتي بتحطي الغسول على ايدك، فبايدك بقى وتغسلي كده المناطق اللي هي الدهنية اللي قلنا عليها من شوية في اول الفيديو. وبالنسبة للمناطق الجافة ما تجيبيش عليها الغسول اوريدي. لما انتي بتيجي تحطي المية وتشطفي وشك كده كده بيجي الغسيل بيجي يعني الغسول سوري، وبيجي مية، فوشك كله بيكون اتغسل خلاص. وطبعا ده مش اجباري، انتي براحتك، بس انا بقولك على الغسول اللي حل ليا المشاكل بتاعتي كلها. انما لو بشرتك دهنية بقى فعادي بتجيبيه كله على وشك. وده التونر ده اشتريته من ويل مارت، مش غالي، وكبيرة بتاخد وقت طويل 12 اونز. وده بتستخدميه بعد ما بتغسلي وشك، بتجيبي كده قطنة مثلا، القطنة اللي انت بتعملي بيها ريموف للميك اب، وبتحطي نقطتين كده 3 منه علشان تمسحي حوالين عينك. لو في مثلا اثار مسكرة الغسول ما شالهاش، او اثار ميك اب ناحية مثلا الانف بتاعتك او حوالين بقك، يعني بتمشيه كله على بشرتك. وده مهم جدا، وانا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده علشان هو بيحافظ على عملية التوازن بتاع البشرة، وكمان بيشيل اثار الميك اب، فبالتالي مش هيطلع لك حبوب في وشك. وده منظر القطنة بعد ما استخدمت الغسول اللي قلتلكوا عليه، لان هو بينظف بعمق. ده المنظر بتاع القطنة، نظيف زي الفل، يعني مفيش اي حاجة طلعت معايا في القطنة.
طيب ده ستافيل اللوشن، لو انت بقى يعني عايزة تعملي الواجب مع بشرتك وتبقى انت كده عاملة كل اللي عليكي وتبقي راضية ضميرك، ده لوشن بقى اللي هو المرطب اللي بتحطيه لوشك. وبرضو نفس البراند دي تحفة يا جماعة، انا جربت منها الغسول وجربت منها اللوشن. وده بقى بتحطيه علشان تعملي عملية ترطيب لوشك. لو بشرتك بقى مختلطة فهيبقى حلو قوي ان انتي تحطي على المناطق الجافة المرطب ده، لانه هو هيساوي شوية البشرة معاكي، هتحسي ان المناطق اللي هي الجافة بقت شبه الدهنية. وعند المناطق الدهنية بقى ما تكتريش، يعني ما تحطيش كتير منه، وبتستخدميه مرة واحدة بس في اليوم. طيب بما اننا بقى بنحكي على البشرة الدهنية، يعني في قشرة، يعني انتي لازم تعملي سكراب مرة او مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. والسكراب ده انا بحبه قوي لانه هو بينظف معايا البشرة بعمق، ومرة في الاسبوع بتكفيني قوي، وكمان بيقعد معايا فترة طويلة. وطبعا الاسكراب مهم علشان هو بيشيل الطبقة اللي بتتكون وبتسد المسام وبتعمل روز بقى وبتعمل حبوب والمشاكل اللي احنا عارفينها دي. فهو حلو قوي، كفاية بس ان انتي بتستخدميه مرة او مرتين في الاسبوع. انا عن نفسي قلت بستخدمه مرة واحدة بس. بصوا بقى، ده يعني بنخليه في البيت جاست ان كيس، مش اكتر من كده. يعني انا عن نفسي مش بستخدمه كتير، دي اول عبوة استخدمها وقاعدة معاها، يعني اديلي مثلا قاعدة معايا مثلا اديلها بتاع 3-4 شهور ولسه ما خلصتش وشكلها مش هتخلص. لان انتي لو استخدمتي المنتجات اللي بقولك عليها من اول الفيديو دي مش هتحتاجي لده. طيب ده هو ايه بقى؟ ده بينظف الروس السوداء. يعني طبعا اصحاب البشرة الدهنية بيعانوا كتير قوي من الروس السوداء اللي بتطلع لهم في مناخيرهم او في دقنهم احيانا، او مثلا على الخدود. فده من اول استخدام بتلاقي الروس السوداء اتشالت. ودي بقى المفاجأة بتاعت الفيديو اللي قلت لكم عليها، الكلير بروف من ماري كي. تحفة يا جماعة. لو عندك اي حبوب، شوفي هو يعني لو انتي استخدمتي الروتين اللي بقولك عليه ده بالظبط، يعني انا اوعدك انه قليل جدا لو طلعلك اي حبوب. ودي غالبا هتطلع، يعني اذا طلعت اصلا هتبقى بسبب الهرمونات، جايلك بريود نفسية، مش اكتر من كده. فاذا يعني طلع لك حبوب، وطبعا احنا عارفين ان الحبوب بتيجي في المناسبات، يبقى استخدمي ده، حطيه على الحباية مرة او مرتين. وممكن تستخدميه كسكراب مثلا مرة في الاسبوع. حرفيا يا جماعة تحفة.